السلام عليكم الأحباب، الزول في الله، وإن شاء الله تكونوا بخير بصحة والعافية. اليوم رانا لو 4 نوفمبر 2024. سميت الفيديو تبون سيحرر فلسطين ولا تبون سيحرر غزة. إن شاء الله، وعلاه لا يا خدي تتحرر فلسطين على خلفية جوستومون الفيديو تاع هذا الإمام الجزائري والكلام اللي قال. رئيس تاعنا راح للسيسي قال له دبر راسك افتح الحدود ولا خلينا نفوت. خلاص مباشرة يا جماعة، هذه باينة واضحة وضوح الشمس، يا هكذا إما أن تكون أو لا تكون. طبعا احنا نحيي الإمام ونشكروه ونقول إن شاء الله وعلاه لا، ولا نشك في نيته الصافية ولا في حبه لرفع معنويات الناس. هذا أمر متفق عليه، ربي يبارك فيه وربي يحفظه. لكن المعلومة يا خوتي كما عم بالكم الكل غلطة تماما، غلطة تماما. لأنه تبون ما راحش باش يقول له افتح الحدود ولا كذا، لأننا شفنا لا كونفيرونس دو بريس تاع تبون وقرينا الصحافة كل، وعلاه أصلا راح تبون وحكى السيد عبد المجيد تبون في حد ذاته يعني في لا كونفيرونس، وقال باللي راني جيت موضوع اساسي اللي هو كما عم بالكم الجزائر مقبله على اسكان واعمار البلاد وراح يبنيوا لا ديال وديك كل، وقال باللي مصر هي متمكنه كما عم بالكم في البناء وكذا، ماذا بينا المصريين يجيو يبنيوا عنا الباطمات. الشركات المصريه اللي معروفه بقدرتها على الانجاز، انا اعطيت الاشاره الخضراء للسيد وزير الاسكان انه يتعامل مع الاشقاء في كل المناسبات. دايور مام الصحافه المصريه يعني تهكمت شويه وقالت له: وانت يا اخي قلت راح تبني 3 مستشفيات في اسبوع وانت في بلادك باطمات مش قادر تبنيهم حتى يجيوك المصريين. بيكاوه برك. لكن الموضوع الاساسي كان بيرمون ايكونوميك ويعني تجاري يعني بالدرجه الاولى. يعني فلسطين وغزه كانت بركه في هامش المحادثات. وعلى ذكر جوستومون غزه، يعني ما جاش باش يحرر، جاب على فكره انه يأيد المشروع اللي داروا السيسي في قضيه الهدنه. نحاول كيفاش ننقذ الموقف على المبادرة نتاع أخي فخامة الرئيس السيسي لهدنة تسمح بإدخال كل ما يحتاجوه. فقال انا مع فكره الهدنه، وسمعناها سي عبد المجيد تبون لما قال باللي انا مع فكره الهدنه. الشيء اللي ما عجبش بين سور حركه حماس والمقاومه، قال لك باللي احنا نرفض تماما هذه الهدنه، وداروا بيان شديد اللهجه. بعد اجتماعهما مع الوسطاء في مصر وقطر، قال قيادي في حركه حماس ان الحركه رفضت مقترحا لهدنه مؤقته في قطاع غزه. وعلاه ما عجبهمش الحال، لانه للاسف الشديد كما سمعتوا عبد المجيد تبون يعني امام السيسي وكل العرب يعني راهم يخموا على مشروع ما بعد الحرب، يعني بعد غزه شكون يحكمها، وشغل صاي فضت المقاومه طبقوهم وفضوا ماتوا كل دركه، شكون حيحكمها؟ اسكو تحكمها اسرائيل ولا تحكمها الجهه الاخرى اللي هي مصر والامارات؟ لشكون حتمدوا؟ سي عبد المجيد تبون مد يعني الموافقه وقال انا تفاصيل مهم ما يحكموهاش برك اسرائيل، يا اما العرب هذه مصر والامارات، يا اما بيان سور الفلسطينيين يعني السلطه في السد. دونك هما صاي راهم في مرحله ما بعد، يعني صاي فضت بالنسبه لهم المقاومه في الامان دفنوهم وكل شيء. رانا درك صاي نحكيو على الجنازه، وراء الجنازه واش كاين؟ إدخال عنصر جديد على غزة لتسيير غزة ما بعد الشيء اللي صاير اليوم. هذيك المقاومه ما عجبهاش الحال. تسمى شغل صاي بالنسبه لكم اني صاي فضوكم وسمحوا لنا بركه، يعطيكم الصحه وان شاء الله يشكر لكم مشكورين. السلام عليكم. هذيك ما عجبتهاش، فقول لهم جي ديروا لي في هدنه درك. قال لهم انا حاب نكمل حتى ما نعرف وين حتى. دونك باش تقول لي راح باش يقول له افتح الحدود وباش تجزي موضوع ما لا يخطر على بال احد، لانه اصلا ديجا حسب ما قال سي عبد المجيد تبون رئيس الجمهوريه في في لا كونفيرونس، الحل الجذري هو دولة فلسطينية في حدود 1967. فلسطين اخوتي عندها زوج حلول. كما قالت الحركه حماس، قالت باللي انا حاب استرجاع كل الاراضي الى اصحابها الفلسطينيين، وكان المشروع الثاني تحل الدولتين يقسموا نص نص، نص يديوها اراضي الفلسطينيين الشرقيه وعاصمتها القدس الشرقيه، والجهه الغربيه يديوها الاسرائيليين. وتبون قال انا مع هذه الفكره، ومصر قال داير كل ماشيين مع هذه الفكره. لكن الحركه بقات يعني مشده على هذه، وكانهم صايين انتم نسيتوا كلش، نسيتوا خليتونا ودفنتونا ودرك راكم تخموا ما بعد اسووا الحلول. دونك فكرة انه راح يحل للاسف الشديد ما كانش منها خلاص يا خالتي، ومعلومة نتأسفوا انها غلطة ماذا بينا تكون صحيحة. لكن طبعا هذا الكلام كان للاستهلاك برك الوطني برك في مرحلة الانتخابات للاسف الشديد. القضية حابسة حتى لهنا. هذه حابة ندير تذكير بركة، مع العلم انه شفنا كي غير مصر خلات تدخل هذاك البابور يا خالتي اللي ما كان حتى بور يعني يعدي عليه قبل انه يرسو عنده. ان السيسي سمح لسفينة ألمانية
مليانة سلاح رفضتها كل الموانئ في أوروبا، رفضت تدخلها. كيفاه بلاد كيما هذه مطبعه وتساهل ونروحوا احنا ونسلموا عليه ونقولوا سي عبد المجيد يقول والله احنا نتوافق في النظره ونتوافق في كذا. وزيد من بعد مصر سي تبون وين راح لعمان، سلطنه عمان، وزار وقال كيف احنا نتوافق والاخوه كذا. يا ولدي عمان ماشي غير مطبعين، هي الدوله بالك الوحيده في العرب اللي استقبلت نتنياهو فوق الارض تاعها وكرموه ومجدوه. مصافحة وحفاوة بضيف غير اعتيادي على سلطنة عمان. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يحل ضيفا على السلطنة الخليجية في أول زيارة رسمية إلى بلد عربي لا تربطه علاقات دبلوماسية رسمية بإسرائيل. وإحنا نروح ونقولوا على أساس أنهم صداقة ونتوافق في الرؤية، مع أن أي رؤية الجزائر شعبا وسلطة ودولا وأمة راهم مع القضية الفلسطينية. الزيارة مهمة يا خوتي، لأنه آخر مرة تبون نتكلم على مصر كانت تشفوا عليها قضية غزة وقضية فتح الحدود وقضية هذيك بكل حماسة، كون مصر تفتح الحدود الجيش يعني راه واجد. ونقسم لكم بالله العلي العظيم، يا لو كان ساعدونا وحلوا لنا الحدود بين مصر وغزة عندنا ما نديروا. كلام قوي، كلام يهدد فيه الكيان وكذا، والناس كل كنا نفتخروا ونقولوا يعطيه الصحة على هذا الكلام القوي. فاليوم يعني بليتو البارح يعني راح للمصر وراح كما نقولوا صايف في اللالين في الفرنسا، هاي مقابلته الكيان وراو في مصر اللي كان يقول عليها. فوش راح يقول؟ ما هي المفاجأة؟ خاصة وأنه الزيارة ما كانش عندها عنوان باين على راحوا على جل صفقة ولا على جل، راحوا في زيارة أخوية وبرك. دونك سير قلنا عبد المجيد تبون راح يزيد يسيب لهم ديسكور يخلخلهم. ولكن قبل ما نروحوا الديسكور حاب نعرفوا صح ما هي طبيعة العلاقات بين الجزائر ومصر. أبدأ بالعلاقات بين الدولتين. أعتقد أنها على أحسن ما يرام، فيه تفاهم تام، فيه رغبة في العمل مع بعض هنا وهناك. لهنا هذه ديجا الأولى أنا شخصيا محيرتني، يعني كان تفاهم كبير ورانا في الأمام ليني وعن متفقين في كلش، ما عندناش ديفيرجونس. تقولوا لا يا سي عبد المجيد تبون، أنا مبدئيا عن بالي باللي مصر هي مطبعة، يعني من الأول هي اللي فتحت له بال تاع التطبيع، واحنا في الجزائر موقفنا معروف وواضح مع فلسطين ظالمة أو مظلومة وننفيو التطبيع بالنسبة لنا خيانة. فكيف درك انا كي تقول لي لاني مع مصر ماشي في نفس الفكره؟ ابدا، هما مشرقين وحنا مغربين. وزيد احنا مبدئيا كما نقولوا في الجزائر الناس ما تحبش الناس اللي تطبع، ولكن كيف نحبوا مصر وهي تطبع؟ ولا ما نحبوش الناس كلهم فنحبوا المطبعين ومطبعين لا، سا ديبون لا سيتواسيون. هو مع المطبعين ولا لا؟ الله اعلم. كي تفهمها فهمها لنا. المهم سي عبد المجيد تبون خلينا من هذا التفاهم والتطبيع. المهم حكى على طبيعه العلاقات الاقتصاديه. اكيد انه الجزائر راهي تبيع لمصر بما انه الجزائر كبيره، وللاسف الشديد مصر عملنا ازمه اقتصاديه فيها كبيره، وعملنا الظروف اللي يعيشوها يعني اجتماعيا. الجزائر غنيه ببترولها وغاز تاعها واستقلال، والشركات اللي شفناهم في العهده الاولى تاع سي عبد المجيد تبون. فحابين نسمعوا الجزائر قداه تبيع لمصر وقداه يعني تستفيد منها يعني في الميدان الاقتصادي والتجاري. اليوم مصر بالتقريب في المنطقه العربيه كلها هي اول دوله بالنسبه للاستيراد للجزائر مواد مصريه، حيث وصلنا الى ما يقارب $1 مليار اللي تجي من مصر الشقيقة، ونطمح في أكثر، نطمح فيما أكثر. en fait c'est le contraire. en fait احنا هم لي بون كليون تاع مصر. en fait احنا نشريو من مصر $1 مليار يا اخي، صدق او لا تصدق. ويقول تبون ونطمع في المزيد. ما كانش انتاج، مالغريكو الشيء اللي تبيع لنا فيه مصر قادرين ننجوه، ولكن ما كان له اوني دو بون كليون. وحنا هم في العرب هما اللي بيعوا، احنا هم لي برومي كليون تاعها يشريو ياسر. والله انا كنت نظن باللي الجزائر هي اللي تبيع، وقلت سير راح سي عبد المجيد تبون باش يزيد يدير صفقات تجاريه ويزيد يخدم الجزائر ويخدم لي زالجيريان باه السلعه تاعنا تمشي. اوركو سي تو تافي الكونترير، احنا اصلا اللي نشريو من عند مصر. دونك راك تشوفوا يعني وين رانا مكلاسين في المجال التجاري الاقتصادي. لكن خلينا ماهوش هذا الموضوع. احنا الموضوع اللي حابين نحكيو عليه هو قضية فلسطين. وصحيح انه سي عبد المجيد تبون تكلم كلام رائع على فلسطين ومؤثر جدا. قلوبنا مع الغزاويين بالطبع، يعني نتألم على الإبادة
اليومية المستمرة في غزة. نعم، كان كلام مؤثر على خاوتنا اللي ربي يفرج عليهم وربي يفتح عليهم، لكن احنا عم بالنا بلي لي زوم سي عبد المجيد تبون عم بالنا بلي التصريحات تاعو والقرارات تاعو اللي نستناوها، هو قال لهم فلسطين خليوها عليا انا ندبر راسي، واخر كلام هدر مع مصر يعني ولا على مصر قضية فلسطين اخي كان يقول الجيش قادر. وراني توعدت والجيش راه جاهز، مجرد ما يحلوا لنا الحدود كون يحلوا لنا الحدود عندنا ما نديروا، احنا الجيش تاعنا راه واجد، الجيش تاعنا راه يسلنا. ايه وش راح تقول لنا درك سي عبد المجيد؟ وش هيا في مصر، هيا سيبها سيدي فلقها ما هي ولا ما هو الحل اللي راح تقترحه، والجيش ويسلنا والحدود قدامك، هيا اعطينا شويه حماسه نسمع وش اقترح عبد المجيد. نحاول كيفاش ننقذ الموقف على المبادرة نتاع أخي فخامة الرئيس السيسي اللي هدنة تسمح بإدخال كل ما يحتاجوه الغزاويين إلى غزة. نعم هذه هي